اغتالوه بمنتهى البساطة، وقضوا على أحلام ناس كتير جدا كانت متعلقة بهذا الرجل. هل المنظومة هي اللي تسببت في ده ولا أطراف خارجية هي اللي تسببت في ده؟ خلينا نكون متفقين أن الإطاحة بعالم كبير، واحد من أهم العلماء اللي سابوا أثر كبير على مستوى العالم بهذا الشكل الغريب، يثير تساؤلات مهمة جدا على مستوى العالم. إزاي وبشكل غريب واحد من العلماء والباحثين المهمين جدا تنتهي حياته بين ليلة وضحاها زي ما بنقول؟ وطبعا وكالعادة نظرية المؤامرة كانت موجودة، والآراء المؤيدة والمعارضة لهذا الحدث كانت موجودة. يا ترى اللي حصل ده وفاة طبيعية ولا كانت هناك أطراف يهمها إسكات هذا الرجل اللي كان عنده آراء مهمة جدا، وكان عنده بعض الموضوعات اللي ممكن تقلب شكل الحياة عموما رأسا على عقب. بكل أسف ورغم الأفكار ورغم كل شيء فإحنا فقدناه علشان يكون في تساؤل مهم. اللي حصل ده حصل إزاي وليه ولمصلحة مين؟ إزاي وليه ولمصلحة مين؟ الحقيقة رد الفعل ما كانش رد فعل بسيط، ولكن كان رد فعل عالمي. مش عايز أقول إن ملايين على مستوى العالم بيشعروا بالحسرة والألم على فراق هذا العالم الكبير الذي وبشكل مؤكد أطاحت به المنظومة، لأن هو بالفعل كان قاب قوسين أو أدنى من تغيير وجهة نظر كاملة عن حياة ممكن نكون بنعيشها، وعن تاريخ اتفرض علينا بأساليبه بطريقته بكل شيء. لما تيجي تفكر في اللي حصل تستغرب، لما تيجي تحاول تلاقي حل للي حصل انت برضو هتستغرب. مش عايز أسرح كتير وأنا بتكلم عنه، ولكن الحدث جلل، ولكل المهتمين أنا بعزيهم وبعزي نفسي عن فقدان هذا العالم الجليل الذي وبوضوح أطاحت به المنظومة علشان ما يكونش موجود.